مهم جدا يا اخواتي ناخد بالنا من شجر البرتقال اللي زي ده كده. انزل تعالى كده. طبعا الشجره دي ما خدتش تقليمه ربايه من الواضح، يعني شجره متفرعه في كل اتجاه، مش متاسسه بمعنى اصح. تعالى لي انزل لي كده. هنا منطقه التطعيم وده الاصل. هناخد بالنا ان في سرطانات طالعه من تحت اللي هي السرطانات دي. طب هنميز ازاي السرطانات ما بينها وما بين الشجر المطعوم؟ السرطانات هتلاقيها مليانه شوك وسل زي ده، ودايما هتلاقيها بتكبر بسرعه، وهتلاقيها ورقها مختلف عن التطعيم وعن الورق بتاع الشجره المطعومه. فالمفروض اللي يحصل ان احنا نتابع الشجر اللي عندنا باستمرار ونشيل كل السرطانات دي. طبعا انا معيش مقص او منشار لان جاي بالصدفه. المهم نشيل السرطانات دي عشان بتاخد الغذاء من الشجره. طبعا الشجره بتبدي ابنها، يعني الطعم ده دخيل عليها، فهي لما بتيجي تطلع الغذاء ما بتطلعوش هنا، بتطلعه فين؟ في ابنها اللي طالع من الاصل. فمهم جدا تشيل الافرع السرطانيه دي زي ما احنا شايفين كلها مليانه سل، ونتخلص منها بعيد عن الارض وبعيد عن المناطق اللي الناس بتمشي فيها عشان محدش يدوس عليها، لان زي ما احنا شايفين السل حجمه كبير قوي. نشيل السرطانات دي كلها. طبعا لو جينا برضو دخلنا هنا تاني، تعالى لي كده هنبص هتلاقي سرطان كبير اهو 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 زي ما احنا شايفين. بس طبعا الافضل مقص عشان ما نبهدلش الشجره ونعمل لها عمليه تسليخ في الاصل زي اللي حصل ده. نشيل السرطانات دي كلها نرميها بره، نولع فيها. الافضل حاجه ان احنا نولع فيها عشان ما حدش يدوس عليها ويتعور. بتوع البرتقال هنا تمام، والعود ده تم قرطه تقريبا على ما اعتقد انه تم تغيير الصمت، لان محطوط فيه قلم هنا اهو 3 اقلام. فخدنا بالنا برضو ان في سرطان هنا اهو من تحت، نقلعه برضو، نلم السرطانات كلها ونولع فيها.